هاد ليفينمون هذا درنا الدورة الثالثة عشر نتاع الأيام الصيدلانية لولاية أكادير. جا في إطار السيرورة نتاع هاد الأيام، وهذه الدورة الثالثة عشر، واختارنا لها كعنوان عريض هو نتكلموا على المشاكل تاع داء السكري من النوع الثاني، حطينا يعني جميع المواضيع المتعلقة بهذا الداء. وتنشكروا من هذا المنبر جميع الصيادلة اللي حضروا معنا، جميع المختبرات الوطنية اللي حضروا معنا، وجميع الأساتذة اللي شاركوا في هذا الملتقى هذا. وتنتمناو ملتقيات أخرى إن شاء الله تكون في نفس النجاح اللي لقى هذا اللقاء هذا. كان اليوم عندنا هاد اليومين دراسية تخصصات صيدلية الغد، واللي كان فيها دور الصيدلي في محاربة داء السكري يعني النوع الثاني. كان هناك على مدى يومين تدخلات ديال الأساتذة مرموقين في هذا القطاع، وكان فيها تكلمنا عليها على المستجدات والإمكانيات اللي ممكن تحارب هذا الداء اللي ولا في الوقت الحاضر كيمثل واحد الآفة كبيرة بالنسبة للدولة وبالنسبة للناس خاصة والدولة عامة، ويعني اللي كيتبع المصالح ديال التغطية الصحية. احنا كنحاولوا نلقاو حلول لهاد الناس قبل ما يوصلوا للمرض. وكان فيه ثاني شطر في هاد الأيام الدراسية كان كلام على يعني أيام على محاولة تطوير الصيدلي من نفسه، يطور من قدراته في الميدان ديال في صيدليته، كيفاش ممكن يعطي أحسن ما عنده، وشنو ممكن الآفاق اللي محلولة قدامه باش يغير من نفسه ويغير من واقعه.